السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ عملت طريقة النهاردة، طريقة تحفة للحمة. عملتها بطريقة جميلة قوي يا جماعة، لا هنسلقها ولا هنعمل فيها اي حاجة. احنا هنعملها بطريقة جديدة النهاردة، وحاجة كده هتخليكي تعمليها على طول. اول حاجة انا معايا 2 كيلو من اللحمة. لحمة كده ما بتغيبش في السوا يا جماعة. من اي حتة من اللحمة اعمليها براحتك خالص. فانا بقى جبتها كده، هبدأ انني اقطعها الى مكعبات صغيرة كده بالشكل ده. غسلتها حلو الاول، وبعد كده بقى ايه، بدأت اقطعها الى مكعبات بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. عايزة تكبري براحتك بقى، انت وراحتك. خلصت كل الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده بقى عملت ايه، جبت جبتها معايا بقى بالشكل ده، وجبت حلة على النار، نزلت بمعلقة من السمنة، معلقة كبيرة كده حلوة، سمنة بلدي أو أي نوع سمنة عندك. نزلت باللحمة بتاعتي، اديتها صدمة كده بالطريقة دي، والنار عالية. كل ده والنار عالية كده علشان أديها كده صدمة وتشويحة حلوة قبل ما أحط عليها البصل. فضلت اقلب كده من الوقت للتاني بعد ما لونها اتغير خالص. بكون مجهزة معايا حوالي عن 1.5 كيلو من البصل، او 2 كيلو على حسب ما انت بتحب البصل. عايزة تكتري عن كده كتري. عملته جوانح بالطريقة دي ونزلت بيها كده، ونزلت بقى بالبهارات بتاعتي، بهارات لحمة، فلفل اسود، ورق لورا، حبهان. كل ده قلبته مع بعضه، وكل ده معلقة صغيرة يا جماعة. وحطيت ايه كمان، بس كده، انا ما بنحطش الملح اللي في الاخر. جبت جزرايه ما بشرتها ونزلت بيها برضو مع البصل والبهارات، وقلبت كله مع بعضه بقى. كل ده بقى هينزل ميته، واللحمه هتبدأ تنزل ميتها وهتسوي نفسها بنفسها. لو هي صغيرة مش هتحتاجي ان انت تزودي مية خالص. هي بقى سوت نفسها يا جماعة، ما احتجتش والله الا كوباية واحدة بس من المية. يا دوبك بس إيه لحلحتها شوية كده. هي كده بقى ميتها هي بتسويها. كل شوية اكشف عليها كده وابص عليها الاقيها كده لسه فيها مية، واقلبها كده من الوقت للتاني لحد ما استوت معايا. حطت لها معلقة من الملح بقى كبيرة. وبعد كده بقى قدمتها بألف هنا وشفا ليا وليكم، بطعم بقى وريحة وحاجة كده أقول لكم إيه، مش عارفة أعبر عليها. قلب ريحة البيت كله. طعمها خطير، هتعجبكم إن شاء الله الطريقة، واكتبولي في الكومنتات إيه رأيكم. ما شاء الله تحفة. لايك وشير لو عجبك الفيديو.